بداية نقدم أسمى التهاني والتبريكات لإمامنا صاحب العصر والزمان، ولمراجع الدين الكرام، وللمؤمنين عموماً، ولكم أيها الإخوة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وهي مولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هل يستطيع الإنسان أن يقف على حقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل يستطيع أن يعرف كنه أمير المؤمنين وحقيقته، ويستطيع أن يحصي فضائله؟ الإنسان مهما أوتي من العلم درجات عالية، ومهما تبحر في التراث والتاريخ وقرأ الكتب الزبر الأولى والمتأخرة، فلا يستطيع أن يقف على حقيقة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى خاطب علياً وقال له: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. فالشخص الذي لا يعرفه ولا يعرف حقيقته ولا يستطيع أن يعرف فضائله إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الحبيب المصطفى، فهل نستطيع نحن أو يستطيع الإنسان وهو محدود القدرة ومحدود العلم ومحدود في كل شيء أن يعرف علي بن أبي طالب، يعرف حقيقة علي بن أبي طالب؟ علي معجزة في كل شيء، معجزة في علمه، معجزة في شجاعته، معجزة في عدله، في قضائه، في حكمه، في زهده، في عبادته، بل هو المعجزة بحد ذاتها. لا يستطيع الإنسان أن يحصي فضائل علي أبداً، لا يستطيع الإنسان. ابن عباس وهو حبر الأمة، عبد الله بن عباس، يقول: أعطي علي سلام الله عليه 9 أعشار العلم، وأعطي الناس كلهم 10 لأن العلماء يقسمون العلم إلى 10 أقسام. ثم يقسم عبد الله بن عباس ويقول: والله لقد شاركهم في 10 يعني الله سبحانه وتعالى أعطى علياً 9 أعشار العلم، وأعطى البشرية كلها، وأعطى الخلائق كلها 10 من العلم. ثم يستثني ابن عباس يقول: في هذا 10 أيضاً ماذا؟ شاركهم علي بن أبي طالب ماذا؟ في العلم وفي الفضائل. هنالك حديث أخرجه أعلام المسلمين كافة من السنة والشيعة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان البحر مدادا، البحر تحول إلى حبر، لو كان البحر مدادا والغياض أقلاما، الغياض يعني أغصان الشجر المتكاتفة المتكاثفة الملتفة، لو كان البحر مدادا والغياض أقلاما والسماوات صحفاً والإنس والجن كتاباً، يعني لو أن هذا البحر تحول إلى حبر، وتحولت أغصان الأشجار إلى أقلام، وتحولت السماوات إلى صحف،
أوراق أو كاغذ، والإنس والجن كلهم يكتبون، نعم، لنفد، يعني انتهى وخلص، لنفد المداد، نفد ماء البحر، وكلت الثقلان، يعني تعبوا على أن يحصوا معشار عشر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاء شخص إلى ابن عباس وسأله: يا ابن عباس، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فإني أتصور أن له 3000 منقبة، ما أكثرها. هذا متعجب أن الإمام علي عنده 3000 منقبة. فقال له ابن عباس: أولا قلت 30,000؟ 3000 شنو؟ 3000 قليلة. لو قلت إن لعلي 30,000 منقبة فهي قليلة أيضا. وجابر بن عبد الله الأنصاري جاء شخص وهو صحابي جابر سأله: يا جابر، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال له: ما أقول في شخص عنده أو أعطاه الله سبحانه وتعالى 3000 منقبة في ليلة واحدة، وهي ليلة المبيت على فراش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حينما اجتمعت القبائل العربية على أن تقتل الحبيب المصطفى، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة، فبات على فراشه أمير المؤمنين، ويسمونها ليلة الفدية، لأنه فدى رسول الله بنفسه. فإن الله سبحانه وتعالى منحه وأعطاه 3000 منقبة في ليلة واحدة.